وصحبه وإخوانه وحزبه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين. بداية نشكر الحضور الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. شاء العلي القدير سبحانه عز وجل أن يحقق لنا اجتماعا وانجماعا في لحظة قلما يتحقق فيها اللقاء، ولكن هذه من عطاءات الله سبحانه وتعالى ومن الدلالات على أن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان همه الأساس أن يجمع أو أن تجتمع هذه الأمة، أن تكون لبنة وأن تكون صفا واحدا. الحديث عن سيدي عبد السلام رحمه الله، وكما قال الحضور الكريم، حديث ذو شجون وحديث طويل ما قدمه الرجل، ما قام به الرجل، الشيء الكثير يطول فيه الحديث، ولكن أنا حتى لا أطيل على الإخوان وعلى الأخوات كذلك سأحاول أن أركز على أمور أساسية في مدرسة العدل والإحسان. من أهم الأساسيات في مدرسة العدل والإحسان لازمتان أساسيتان: ذكر الله وذكر الآخرة. هذه في مدرسة العدل والإحسان أساسيات مركزية، ذكر الله وذكر الآخرة، لأن الأصل والغاية والمراد من خلق هذا الإنسان أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعبد الإنسان ربه، وأن يتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى. هذا أساس ركين. لم يخلق الإنسان عبثا. أكبر ظلم هو أن نعتبر هذا الإنسان يعني آلة للإنتاج وآلة للتوالد وآلة للتكاثر، وأن نقف هنا. لم يخلق الله سبحانه عز وجل الإنسان لهذا. فلذلك هذه أساسية، لبنة أساسية، ذكر الله وذكر الآخرة. الأمر الثاني في مدرسة العدل والإحسان، وهي من الأساسيات في مدرسة العدل والإحسان، هي الوضوح. الرجل واضح في كل شيء منذ البداية، كان واضحا، وضع أصبعه على سبب الفساد وسبب سميه ما شئت، فقال لب الفساد هو الحكم. فكان واضحا من البداية، ولذلك في كتابات سيدي عبد السلام تجد الأمر واضحا بينا بالنسبة له، يتكلم بوضوح تام. ما تكلم سيدي عبد السلام في حياته بلغة المراوغة، لا يراوغ في كلامه، لا يتكلم بلغة تتحمل أوجها عدة. قال رأيه في كثير من الأمور بكل وضوح. تحدث عن الديمقراطية ولازماتها، تحدث عن الشورى، تحدث عن الحداثة، تحدث عن كثير من الأمور بكل وضوح، لأنه سيدي عبد السلام يؤمن أن العمل المشترك كيفما كان إذا لم يبنى على قواعد واضحة وعلى رؤى واضحة فهو غموض في